طبعا الفيلم عامل مردود عالي جدا في الشارع المصري وعلى السوشيال ميديا، وفي كلام ان الحملات دي موجهه وان الفيلم مش جامد ولا حاجه. فيا ترى فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فيلم حلو ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض حالا واحنا بنتكلم عن مراجعه الفيلم. بس قبل اي حاجه لازم ارحب بيكم واقول لكم يا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم عن تفاصيل ومراجعه الفيلم. بس قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. وتاني وعاشر ومليون شكرا لكل واحد عامل سبسكرايب. القناه عماله تكبر وحقيقي انا مبسوط جدا. ويلا بقى بينا على طول نتكلم عن تفاصيل الفيلم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو فيلم شبابي بكل ما تحمله الكلمه، وده بمنتهى البساطه لان الابطال بتوعنا شباب وكمان المخرج والمؤلف من الشباب، وانتوا عارفين قد ايه انا بحب التجارب الشبابيه. بس انتوا برضه عارفين كويس جدا ان حبي حاجه وان تقييماتي حاجه تانية. انا بعرف افصل كويس قوي. وفي الحلقه دي هحاول ما اطولش عليكم لان انا مش عامل اعداد كتابي زي ما بعمل كل مره، بس عشان الفيلم ده اتطلب مني كذا مره فانا قلت اطلع معاكم بسرعه بعد ما شفته على طول. فيلمنا من بطوله عصام عمر وراكين سعد، ومعانا النجمه المتميزه سما ابراهيم واحمد بهاء اللي هو من فريق تشارموفرز. الفيلم من تأليف محمد الحسيني، اما الاخراج لخالد منصور، واللي بالمناسبه يعتبر دي اول تجربه اخراجيه ليه. وبتدور احداث القصه حوالين الكلب رامبو وصديقه حسن، واللي في يوم بيتورط في شجار مع كارم صاحب البيت، فرامبو بيدافع عنه. وبعد ما رامبو بيدافع عن حسن، كارم صاحب البيت بيطلب رامبو ان هو يجيبه عشان يقتله او يأدبه لان هو اهانه قدام الحاره كلها. فبيبتدي بقى حسن في رحله البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ودي كده قصه الفيلم بمنتهى البساطه. تعالوا بقى نتكلم عن ايجابيات وسلبيات الفيلم، واللي بالمناسبه ايجابياته كتير جدا وبرضه في بعض السلبيات اللي لازم نتكلم عليها مع بعض. اول حاجه هنتكلم عليها هي الاداء التمثيلي. كل الممثلين اللي كانوا في الفيلم كانوا حلوين جدا، وافضلهم على الاطلاق طبعا عصام عمر، وبعد كده راكين سعد، وبعد كده المتميز جدا رامبو اللي انا مش عارف هم جابوه منين. وبالمناسبه اللي فيكم ما يعرفش، هو مش كلب واحد اللي في الفيلم، لا هم كلبين اخوات توأم شبه بعض بالظبط. بس طول الفيلم انا ما حسيتش باي اختلاف ما بينهم. وخلونا نتكلم اكتر عن الاداء التمثيلي لكل شخصيه. انا اكاد اجزم ان عصام عمر انت هتشوفه في كتير قوي من حياتك، عامل شخصيه الشاب المطحون الغلبان البسيط حلوه قوي، وقادر يفصل بين ان هو فقير وان ان هو بسيط. مش لازم عشان يبقى فقير يبقى وحش وشرير، لا هو فقير وبسيط، الدنيا حاطه عليه ودايسه عليه جامد. القصه زي ما انا قلت لك ان هو بيدور ازاي يهرب رامبو من كارم، لكن في تفاصيل تاني حياتيه بتتكلم عن حياه الشباب عموما. عشان كده انا قلت لك ان هو فيلم شبابي من الدرجه الاولى. فاحنا عايشين الرحله بتاعه تهريب رامبو او البحث عن منفذ لرامبو، بنشوف المعاناه والمأساة اللي عايشها حسن. حقيقي حياه غامقه جدا ما اتمناهاش لاي حد، بس برضه ما اقدرش انكر انها موجوده وبكثره. وبرضه ما اقدرش انكر ان انا شفت لمحه من حياتي في اللي عمله عصام عمر او اللي قدمه حسن. وانا بقول لك وباكد لك تاني، انت لما تشوف الفيلم هتشوف حته من حياتك كده في اللي بيعمله عصام عمر. وقدر عصام عمر ينقل لي كل مشاعره وكل التحولات في شخصيته طول الفيلم بمنتهى الاحترافيه. فبرافو قوي قوي عصام عمر. وتاني حد معايا على مستوى الجوده هي كانت سما ابراهيم، عامله دور جامد جدا، عامله دور حلو قوي. في تفاصيل كده تخص الام المصريه سما عاملاها صح قوي وعاملاها حلوه قوي قوي. قادر اشوف الست المصريه الجبل اللي شايله مشاكل كتير قوي فوق كتافها ومش عارفه تتصرف، ورغم كده واقفه بطولها وبتحاول تتصرف. فبرافو قوي قوي سما ابراهيم اللي كانت عامله شخصيه الطاف صح جدا. اما راكين سعد في دور اسماء فكانت متميزه قوي، انا مبسوط منها جدا. راكين عماله تتطور دور عن دور، انا لسه كنت عمال اشكر فيها في موعد مع الماضي وبرضه مش قادر ما اشكرش فيها. عامله الدور حلو قوي، انا مش قادر اصدق انها مش راكين بتاعت موعد مع الماضي، لا هي واخده الدور بتفاصيله في حته تانية. الفتاه الشعبيه البسيطه الجميله اللي في نفس الوقت عايزه تتجوز وتستر، تفاصيل كتير قوي كده تخص الشخصيه راكين عاملاها حلوه جدا. برافو عليكي قوي يا راكين. وكمان من مميزات الفيلم او من ايجابيات الفيلم هو التأليف بتاع محمد الحسيني اللي طالع شكله حلو وخفيف كده. انا بتبسط قوي لما بلاقي السيناريو والحوار طبيعي ما فيهوش اي تكلف وبلغتنا اللي في الشارع. والحسيني بقى كاتب التفاصيل اللي جوه الشارع وجوه الحاره وجوه الزقاق، كاتب كل التفاصيل والحوار بتاع الحاره بطريقه حلوه جدا. انا ما كنتش متضايق خالص وانا بتفرج. اما بقى بالنسبه للمخرج خالد منصور فانا معجب جدا جدا بستايله، بس هو ليه برضه حته في السلبيات. فهنتكلم الاول عن الايجابيات بتاعته. مبدئيا كده انا خارج من الفيلم وفي 3-4 مشاهد محفورين في دماغي انا مش قادر انساهم، هو عملهم حلو جدا. طبعا مش عايز احرق لكم اي تفاصيل، بس انا هديكم لمحه عشان لما تشوفوا الفيلم تفهموا قصدي. اول مشهد معلم معايا لما كان عصام عمر في البنزينه وبيفول الموتوسيكل بتاعه. عايزك تركز في المكالمه اللي جات له وايه اللي حصل في الصوره وازاي ده اثر على عصام عمر. تاني مشهد عجبني جدا لما عصام عمر خد الكلب ووداه الملجأ. عصام عمر كده عمل حركه هو والكلب، انت لما تشوف الفيلم هتفهمها. خالد منصور المخرج بقى خد الحته دي ونقلها
نقله تانية خالص كانت غير متوقعه واتعملت حلوه قوي. ده المشهد اللي هتظهر فيه بسمة، عشان بس وانت بتتفرج تبقى فاهم انا بتكلم معاك على ايه. وتالت مشهد عجبني ومعلم معايا قوي برضو، المشهد اللي كان فيه عصام عمر دخل المسجد. يا على الكادر، يا على التصوير، يا على اللون الاخضر المحيط، يا على التفاصيل بتاعه الجدران. في شويه تفاصيل حلوه قوي في المشهد ده. وفي مشهد كمان بقى بتظهر فيه يسرا اللوزي، وفي المشهد ده خالد منصور بيلعب بالالوان بطريقه شيك قوي، برضو بيوصل لنا مشاعر مختلفه جدا عن طريق الالوان اللي بتظهر معانا في الصوره. طبعا انا بتكلم عن متغطي عشان ما احرقلكش اي حاجه من الاحداث، بس انت لما تشوف الفيلم هتفهم قصدي. وتعالوا بقى على طول نتكلم عن السلبيات. اول سلبيه معايا في الفيلم هي الايقاع بتاع الفيلم نفسه. طبعا احنا فينا ناس بتقسم الافلام لافلام مهرجانات وافلام تجاريه والجو ده، وبيقولوا ان افلام المهرجانات والجوائز والاوسكارز ليها معايير معينه ولازم تبقى هاديه ورتمها عامل كده. انا اسف جدا، انا بعترض معاك وحابب اقول لك ان انت فاهم الدنيا غلط. وعشان اثبت لك ان انت غلط وفاهم الدنيا غلط، في فيلم اسمه Everything Everywhere All Once. الفيلم ده انا اتفرجت عليه من سنتين 3 تقريبا، وانا بتفرج على الفيلم انا ما زهقتش خالص من اي لقطه في الفيلم. وبعد الفيلم ما خلص انا كنت مراهن ناس كتير جدا من اصدقائي الفنيين ان هو هياخد جوائز كتير قوي في الاوسكار، وقد كان الفيلم ده خرب الدنيا في الاوسكار. يعني لو الذاكره ما تخنيش انا فاكر ان الفيلم ده كان واخد 7 جوائز اوسكار، وفي نفس الوقت الفيلم ما كانش ممل ولا حاجه. فاركن بقى قصه فيلم مهرجانات والكلام ده على جنب وركز معايا في الكلام اللي جاي. نص الفيلم الاولاني بتاع رامبو رتمه مختلف تماما عن النص الثاني. انا فاهم كويس ان النص الاولاني فيه تمهيد وفيه فرشه وفيه تقديمه وفيه كل حاجه انت عايز تقولها، لكن مفيش اي مبرر ان احنا نوصل مع بعض في الريتم لدرجه الرتابه. انت عايز توصل لي شعور الممثل، وصل لي شعور الممثل جوه الفيلم، مش توصل لي انا احساس الزهق وانا قاعد على الكرسي في السينما. ودي غلطه كبيره بيقع فيها كتير من المخرجين. فاول سلبيه معانا هي الايقاع، وبالاخص في النص الاولاني لان النص الثاني كان افضل بكتير وريتمه اسرع وكان لطيف. ثاني سلبيه معايا هي اختيار احمد بهاء للعب دور كارم. وبالمناسبه هو ما مثلش وحش، بالعكس ده بالنسبه لاول ظهور ليه في فيلم سينما فهو هايل، هو حلو جدا. انما الدور ده كان محتاج فيلم متمرس، محتاج ممثل تقيل، واحد مش اول مره يمثل، واحد مش بيجتهد عشان يبين لك ان هو كويس، لا واحد هو كويس وبيعمل اكتر من المطلوب منه. حقيقي كان هياخد الفيلم والدور في حته تانية خالص. والطبيعي بتاع الافلام اللي من النوعيه دي انها اصلا بتعتمد على جوده الممثلين. فانت جايب عصام عمر واسامه ابراهيم وراكين، ليه جايب ممثل مبتدئ هو كويس بس ليه مش جايب واحد محترف تقيل؟ مش ده الفريم او ده المجال اللي ندي فيه فرصه لحد جديد. انا عن نفسي بقول لك ان لو حد تاني غيره كان عمل الدور احسن من كده بكتير، وباكد ان هو ما كانش وحش، لكنه كان باين ان هو بيجتهد ان هو يبقى حلو. في نقطه عايز اتكلم عليها معاكم بس انا مش هعتبرها من السلبيات. قريت كده وانا بقلب ان القصه بيورو والقصه جديده وما جاتش في دماغ حد وحاجات غريبه كده، بس انا حابب اوضح لك حاجه ولو عملت سيرش على جوجل هتلاقيها. يعني ان حصلت قبل كده خناقه في منطقه شعبيه والكلب دافع عن صاحبه، والناس حكمت على صاحب الكلب ان هو يجيب الكلب، والناس دول قتلوا الكلب بابشع طريقه والفيديو كان منتشر جدا. هي ما اتعملتش قبل كده اتعملت حلو وكويس انها اتعملت لانها حاجه من واقعنا، بس بلاش حد يطلع يقول المؤلف ده عبقري وعمل فكره ما حصلتش. لا هي حصلت بس هو يبروزها، فدي حاجه حلوه جدا وتحسب له. نفس الفكره بتاعت فوي. المخرج عمر هلال قال ان انا قريت القصه دي في جورنان وعجبتني واشتغلت عليها، فبلاش احنا بقى نقعد نفخم في الفكره ونقول انها جديده وما اتعملتش قبل كده او ما اتشافتش قبل كده. لا الفكره حصلت في الشارع المصري وكتر خير الراجل ان هو عملها فيلم وبروزها وطلعت بالشكل الحلو ده. اخر حاجه هتكلم عليها ان احنا عارفين ان كل لون ليه مدلول معين في السينما، ومن الحاجات اللي بيدل عليها اللون الاخضر هي المثابره، بس ما كانتش الطف حاجه ان احنا طول الفيلم ماسكين في تون اللون ده وفي البالت ده. كنت احب ان احنا ننوع شويه وبس كده. ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم غير ان هو تجربه حلوه جدا تستحق الاشاده وتستحق كمان المشاهده في السينما، بس خليك عارف ان هو فيلم غامق وغامق قوي كمان، كئيب كآبه ما حصلتش، هتخرج منه متضايق ومودك مش احسن حاجه. وممكن كمان تعمل زي تدور على اغاني منير وتقعد تسمعها، خصوصا اللي كانت جوه الفيلم اللي هي بتاعه شجر الليمون، بس ده ما يمنعش ان انت لازم تروح تتفرج عليه وتستمتع بيه في السينما. وتقييمي النهائي للفيلم هو 8 من 10. ولو انت شفت الفيلم في السينما فانا مستني رايك في الكومنتات وترى انت متفق معايا ولا لا. واخيرا بقى اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. وشكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير.